هيرونيفر حرف النهارده بيعبر عن نطق القا. اللي هو بيمثل في اللغة العربية القاف، والترانسليتريشن بتاعه خلينا ناخد الأول شكله كان عبارة عن تل. ده الرمز اللي بيعبر عن نطق القا، ممكن يترسم بالطريقة دي أو يترسم في الناحية دي على حسب انت بتقرا منين. والنطق بتاعه الترانسليتريشن بتاعه كان حرف الكي تحتيها نقطة، كي تحتها نقطة بتتنطق قا مش كي، عشان كي بس لوحديها دي هناخدها بعد كده اللي هي بتعبر عن ألف حرف الكاف، لكن دلوقتي كي تحتها نقطة قا اللي هي شبيهة بنطق حرف القاف. طيب في حروف فيلو اللي احنا توصلنا له لحد دلوقتي، اللي انت ممكن تكتبها بالطريقة دي. فبقى عندك شكل القاف وفي نفس الوقت شكل التل اللي هو بيعبر في الرموز الهيروغليفية في لغة ميدونيتر عن نطق القاف. وفي طريقة تانية ممكن تكتب بيها برضو، بتعمل كده وتحط نقطتين من فوق تاني اهو، وتحط نقطتين من هنا، فقريب من شكل القاف وفي نفس الوقت شكل التل. لو عايزين خط ارفع اهو، نحط النقطتين او نحط النقطتين. طب لو عايزين خط ارفع اهو، حرف القاف نقطتين او. طيب انا عن نفسي بفضل استخدام الحرف ده عشان خاطر ده اشبه اكتر بحرف القاف وفي نفس الوقت في شكل التل اهو، بسهولة جدا اهو. بس ده اخر حاجة احنا توصلنا لها. ممكن نعمل تغيير في المستقبل في شكل الحرف ده، ولكن لسه مش عارفين. فلو حد عنده اي طريقة او اي مساعدة يقدر يقول لنا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. اياو ماكي امحط.